أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع فيديو جديد سؤال وجواب، خليكم معانا. مين النبي اللي كان بيحيي الموتى؟ النبي الذي كان يحيي الموتى سيدنا عيسى عليه السلام بإذن الله. السؤال الثاني، مين الحيوان اللي كان بيساعد سيدنا إبراهيم في إطفاء النار؟ الذي كان يساعد سيدنا إبراهيم في إطفاء النار الضفدع. السؤال الثالث، إيه هو الشيء الذي يفعله الإنسان ولا يفعله الشيطان؟ الشيء الذي يفعله الإنسان ولم يفعله الشيطان القيلولة. السؤال الرابع، من الصحابي اللي سيدنا جبريل كان يظهر في صورته للنبي؟ الذي كان يظهر في صورته إلى النبي سيدنا يحيى الكلبي. السؤال الخامس، إيه هو الحيوان اللي ربنا خلقه في السماء بس مات في الأرض؟ الحيوان الذي ربنا خلقه في السماء ومات في الأرض كبش سيدنا إسماعيل عليه السلام. السؤال السابع، أول مكان صنع فيه كسوة الكعبة فين؟ في مصر. السؤال الثامن، مين النبي اللي كتب في حياته 3 مرات؟ النبي الذي كتب في حياته 3 مرات سيدنا إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم عليه السلام، ولكن لم يكذب على الحقيقة، إنما كان من معارض الكلام قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وأشار إلى سبابته. قال إني سقيم يعني مريض، وهو ما كانش مريض، ده كان كاره إن قومه يسجدون للأحجار والأشجار ولا يسجدون لله عز وجل. وقوله بل فعله كبيرهم هذا وأشار إلى سبابته، دي من معارض الكلام الذي مدحها الإسلام وليس بكذب على الحقيقة. أحسنت. السؤال التاسع، من هو النبي الذي إذا مر على حجر أو شجر كان يسلم عليه قبل البعثة؟ سيدنا محمد عليه السلام صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال العاشر، إيه هي السورة الوحيدة في القرآن الذي انتهت بلفظ الجلالة؟ السورة الوحيدة التي انتهت بلفظ الجلالة سورة الانفطار. أحسنت، برافو عليك. السؤال ال11، إيه هي السورة اللي لما نزلت على سيدنا النبي شعره شاب؟ سورة هود. لقول النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها. أحسنت. السؤال ال12، إيه هي الصلاة اللي تركعها فرض؟ صلاة السكران. صلاة السكران، لأنه لا يدري ما يقول، ممكن يجي يعبد رب العالمين سبحانه وتعالى فيسب أو يلعن أو يفعل أفعال كفرية وهو لا يدري، لذا حرام عليه أن يصلي وهو سكران. السؤال ال13، كان في راجل على الكفر وربنا سبحانه وتعالى اداله أموال كتير وكنوز كتير جدا على عهد سيدنا موسى. مين هو هذا الكافر الذي أغناه رب العالمين بكنوز كثيرة؟ قارون. ربنا سبحانه وتعالى أعطاه كنوز حتى كان بالمفاتيح كان بيشيلوه أولو القوة من الرجال. يبقى بقى يعني شوف بقى الكنوز قد إيه، ومع ذلك ربنا إيه؟ خسف به وبداره الأرض لكفره بالله عز وجل. أحسنت يا محمد. السؤال ال14، من هو النبي الذي روض الحصان وكان قبل ذلك كان من الوحوش الضارية في الجبال؟ سيدنا إسماعيل عليه السلام. سيدنا إسماعيل عليه السلام هو أول من روض الحصان. السؤال ال15، إزاي قابيل تعلم دفن أخيه؟ من الغراب الذي ظهر له. الغراب الذي دفن أخاه الغراب بعد أن تقاتلا، ومن هنا جاءت سنة الدفن في بني الإنسان. السؤال ال17، إيه هو السبب اللي مميز شهر رمضان عن باقي الأشهر؟ السبب الذي ميز رمضان عن باقي الأشهر أنه نزل فيه القرآن الكريم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وشهر رمضان في ليلة خير من 1000 شهر، وهي ليلة القدر، وهو شهر الجود والكرم. أحسنت يا محمد. السؤال ال19، لماذا أبو بكر رضي الله عنه لقب بالصديق؟ لأنه كان يصدق النبي في أفعاله وأقواله. نعم، لأنه كان يصدق الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول وكل ما يبلغ عن ربه جل وعلا. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو وضعت إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجح بهم أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ورضي عن الصحابة الكرام. يا ريت يا أصدقائي تعملوا اشتراك ولايك وسبسكرايب، والسلام عليكم.
وبذلك قد انتهينا من الفيديو، وجزاك الله كل خير يا محمد على هذه المعلومات القيمة والشيقة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ولا تنسوا أن تدعمونا في هذه القناة فإنها صدقة لنا ولكم إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.